بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قناة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان كأس العالم في قطر هزيمة أم ظفر؟ كأس العالم في قطر هزيمة أم ظفر؟ كأس العالم في قطر هزيمة أم ظفر؟ قصيدة للشاعر أبي عمر عبد الكريم الجعمي حفظه الله تعالى. ما الكأس هذا سوى كأس من الألم، به يصاب الورى في الرأس لا القدم. ما الكأس هذا سوى ذل تصاب به أجيالنا في صميم الدين والقيم. وما يود العدا خيرا ينزله ربي علينا ولا شيئا من النعم. فهل يسر بشيء فيه رفعتنا من ظل يسعدنا بالويل والنقم؟ إني لأعجب أن يخفى على دول هذا ويخفى على من كان ذا فهم. إني لأعجب أن يخفى على دول هذا ويخفى على من كان ذا فهم. صرنا بأفكارهم نغزى بساحتنا أشد من غزونا بالنار والضرم. أنكى من الغزو هذا أن يبرره من كان من قومنا بالطرس والقلم. قالوا ستسلم آلاف مؤلفة بالكأس هذا ويرعى الذئب للغنم. فما سلمنا من الغزو الكبير به ولا سلمنا من الغربان والرخم. ما بالكم قد جعلتم ديننا غرضا يرمى ومن دونه يهراق كل دم. وتزعمون بأن الكأس فرصتنا لدعوة الناس للإسلام من أمم. أدعوة الناس للإسلام مظهرها رفع الشعار للوطي ومتهم، وللدواهي وترك الباب منفتحا لكل من ضل من عرب ومن عجم. أهان عندكم الإسلام غيرته حتى يضيع في كأس وفي نغم. لو أن هارون الرشيد جرى في عهده الكأس داس الكأس بالقدم. وقام ينكر هذا الأمر معتجرا بالحزم والعزم يحمي مهجة الذمم. ولم يكن رافعا رأسا بذي لعب يوما ولو كان ذا قربى وذا رحم. لو أن هارون الرشيد جرى في عهده الكأس داس الكأس بالقدم. وقام ينكر هذا الأمر معتجرا بالحزم والعزم يحمي مهجة الذمم. ولم يكن رافعا رأسا بذي لعب يوما ولو كان ذا قربى وذا رحم. لكنها غربة في الدين قد عظمت نشكو إلى الله منها في دجى الظلم. قد كاد يعرفها من كان ينكرها من كاذب البرق لا من صادق الديم. صارت مآثم هذا الكأس عندهم تقربا مثل حج الناس للحرم. لم يدخل الناس في الإسلام كأسكم لكنما شوه الإسلام في الأمم. نخشى تكون وراء الكأس كارثة، نخشى تكون وراء الكأس كارثة عظمى على الناس في الأخلاق والشيم.